بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي متابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام محمل بكل عبارات الحب والعهد والوفاء، هنا من مدينة أربيل، هنا من مدينة العز والشموخ والتاريخ، هنا في تصفيات المنطقة الشمالية المؤهلة إلى دور الدرجة الأولى العراقي. اللقاء الذي يجمع نادي هندرين المستضيف لهذه المباراة، صاحب الأرض والجمهور، الباحث عن نقاط ثلاث تهيئ وتفرش له الطريق بماء الورود من أجل استعادة أمل جديد يأتي لجماهير وعشاق البيت الأبيض في هذه المباراة أمام نادي الأمواج عميد نينوى، الذي كان قد غاب قوسين أو أدنى من أن يكون في دور الدرجة الأولى العراقي في الموسم الماضي لولا الخسارة التي كانت هناك في أرض العاصمة بغداد أمام نادي الصوفية في تلك المباراة. إذن تنطلق هنا أجواء المباراة على صفيح ساخن، أجواء القمة هنا في الساعة 3 عصرا على أرضية ملعب نادي هندرين الرياضي، القمة التي نتمنى ونأمل بأن تكون للتاريخ وأن تبقى للذكريات المقبلة. هي قمة، هي إثارة، هي ندية، هي حماس في أرضية الميدان. انطلقت بصافرة طاقم التحكيم لهذه المباراة الحكم هلمة حيدر، مساعد الحكم آسو أحمد، مع المساعد الثالث بريال قادر، وفي الحكم الرابع الحديث عن الحكم محمد نزار. نبدأ بتشكيلة الفريقين في شوط المباراة الأول. شوط اللاعبين في هذه اللحظات، الكرة لمصلحة فريق هندرين على مستوى الرواق الأيمن، التمريرة حاضرة، الكرة عادت من جديد مرة أخرى في منتصف أرضية الميدان، عادت باتجاه اللاعب زكريا، الكرة لمصلحة فريق نادي هندرين الرياضي في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات وفي مرحلة جس النبض. الدقائق الأولى ستخرج لنا مجريات وأحداث هذه المباراة. الدقائق الأولى ستكون مهمة جدا فيما إذا أراد الفريقان أن يكونوا بمستوى أكبر طيلة فترة شوط المباراة الأول. الكرة في منتصف أرضية الميدان لمصلحة أبو شيبة، البحث عن مرور في هذه اللحظات، ضربة دفاعية حاضرة، خطأ لمصلحة نادي هندرين بإشارة الحكم بريال قادر الذي يعلن عن خطأ، وضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي هندرين الرياضي. نادي الأمواج لحراسة المرمى يبدأ بالحارس دلشاد، ثنائي خط الدفاع اللاعب نزار سعيد مع اللاعب مروان جواد، بهجة عامر، عمر هيثم، فواز غائب، صباح حسين، أحمد رائد، عمر عبد الرحمن، محمد أحمد، وفي المقدمة القناص زكريا في هذه المباراة. إذن حالة تسلل حاضرة في هذه اللحظات على
فريق الأمواج لمصلحة نادي هندرين. الكرة عادت من جديد، مبعدة في منتصف أرضية الميدان. هي قمة بدأت، هي قص شريط الافتتاح لبطولة أندية محافظة الشمالية المؤهلة إلى دوري الدرجة الأولى العراقي. الكرة مبعدة في هذه الأثناء، عاد من جديد لمصلحة فيصل في هذه الأثناء، لمصلحة نادي هندرين على الرواق الأيمن، البحث عن زميل عائدة من جديد. الكرة مبعدة لتعود من جديد لمصلحة نادي الأمواج البحراوي. خطيرة جدا، أولى التصويبات خطيرة، الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. أولى التهديدات من القرصنة الزرقاء، أولى التهديدات من أصحاب الدار الذين يبادرون بأولى الضربات على مرمى الحارس دلشاد التي ذهبت بردا وسلاما على مرمى فريق نادي الأمواج هنا في هذه الأجواء الكبيرة التي يحتضنها ملعب نادي هندرين الرياضي، هذا الصرح الرياضي الكبير، وفي ربوع محافظة أربيل في شمال عراقنا الحبيب، في مدينة أربيل العزيزة، وفي مدينة السياحة والاصطياف، في مدينة جميلة التي كانت وما زالت معالم من معالم العراق الأبدية في شمال عراقنا الحبيب. كرة خطأ لمصلحة نادي الأمواج في منتصف أرضية الميدان، من على تنفيذها. الكرة لمصلحة اللاعب أحمد رائد على تنفيذ ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الأمواج. الضربات الحرة ستكون سلاح مهم فيما إذا أرادوا التقدم في هذه المباراة. الكرة لمصلحة فواز، فواز يحاول المرور، مر من الأول، عاد من جديد، البحث عن عرضية، حاضر باتجاه زكريا، المحاولة، الكرة بأحضان حارس المرمى، حارس مرمى نادي هندرين في هذه اللحظات لتعود من جديد لمصلحة نادي هندرين الرياضي. خطأ بعد الاحتكاك مع حارس المرمى. 5 دقائق أولى، ما زال الفريقان لم ينسعان قناع الخجل، ما زالت مرحلة جس النبض حاضرة في أرضية الميدان. الكرة باتجاه اللاعب عمر عبد الرحمن بلبل باتجاه فواز، عاد لمصلحة أحمد رائد. أحمد رائد يحاول تمريرات متواصلة جميلة ولا أروع في هذه اللحظات لمصلحة نادي الأمواج الرياضي باتجاه أبو شيبة على مستوى الرواق الأيمن، عاد باتجاه فواز، فواز من جديد إلى أحمد رائد، أحمد والمحاولة باتجاه زكريا وانتو ولا أروع. الكرة مبعدة بالأنفاس الأخيرة لمصلحة نادي هندرين، عائدة من جديد لمصلحة الحارس دلشاد. الكرة عادت من جديد، رمية تماس أخرى لمصلحة نادي هندرين الرياضي في هذه اللحظات. المجموعة الأولى في دوري المنطقة الشمالية، نادي بابان ونادي المصلى من محافظة كركوك. نادي بابان من محافظة السليمانية، الأمواج الممثل لمحافظة نينوى في هذه المجموعة، ونادي هندرين الممثل لمحافظة أربيل. سقوط على أرضية الميدان بالسلام إن شاء الله للكابتن والقائد عمر عبد الرحمن المعول عليه من جماهير نادي الأمواج في هذه المباراة. هل سيكون بالمرصاد هكذا مباراة؟ هل سيكون بيومه من أجل أن يأتي بمباراة جميلة ويعود بالثلاث النقاط إلى محافظة نينوى؟ هكذا هي التكهنات، هكذا هي المباراة تشير إلى في وقتها الأول وفي دقائقها الأولى. تعود رمية جانبية لمصلحة نادي هندرين الرياضي في هذه الأثناء. الكرة عادت من جديد لمصلحة الحارس دلشاد. دلشاد الكرة ممررة في هذه اللحظات، عادت من جديد لمصلحة الحارس دلشاد أمام المهاجم ديار في منتصف أرضية الميدان. الكرة في هذه الأثناء لمصلحة نادي الأمواج، نادي الأمواج الباحث عن أولى الأهداف في هذه اللحظات. نادي الأمواج لا يتراجع كثيرا ويضغط في بدايات شوط المباراة الأول. هذا ما نشاهده في الدقائق الأولى من هذه المباراة، هذا ما نشاهده لمصلحة نادي الأمواج. الكرة عن طريق اللاعب بهجت في هذه الأثناء على مستوى الرواق الأيسر ولا أروع باتجاه فواز. المساحة حاضرة، محاولة تصويب حاضرة، أولى التصويبات، أولى التهديدات، أولى الضربات لمصلحة اللاعب فواز. فواز
كاد أن يأتي بأولى أهداف المباراة، ولكن الكرة ذهبت بسنتيمترات بعيدة عن الخشبات الثلاث لمصلحة نادي هندرين الرياضي. الكرة عادت من جديد، ضغط من هنا وتصويب من هناك، من جديد الكرة حاضرة في أرضية الميدان. مرة أخرى الكرة لمصلحة نادي الأمواج باتجاه اللاعب عمر عبد الرحمن يحاول المرور باتجاه فواز صاحب التصويبة الماضية. البحث عن زينب باتجاه زكريا في هذه الأثناء المطالبة. لماذا يشير حكم اللقاء؟ الحكم يشير إلى استمرارية اللعب لتعود ضربة مرمى لمصلحة نادي الأمواج. هل هناك ضربة جزاء في هذه اللحظات؟ على ما يبدو بأن الكرة عادت ضربة مرمى لمصلحة نادي هندرين. نادي الأمواج يقدم دقائق من نار في هذه المباراة، يقدم دقائق يحاول من خلالها أن يكشر عن الأنياب وأن يأتي بأولى أهداف المباراة. الكرة عادت من جديد لمصلحة اللاعب حسين في هذه الأثناء. الكرة ممررة باتجاه عماد قادر المحاولة، خطأ لمصلحة اللاعب عماد في منتصف أرضية الميدان. في هذه اللحظات الكرة لمصلحة عماد ولمصلحة نادي هندرين الرياضي. في هذه اللحظات أصدقائي متتبعي منتدى شباب الكرام الرياضي، ما زالت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي ما بين الطرفين، ما بين الكتيبتين، كتيبة نادي الأمواج وكتيبة نادي هندرين. الكرة عن طريق هيمن على تنفيذ الخطأ لمصلحة نادي هندرين. الكرة بأحضان الحارس دلشاد عادت لمصلحة نادي الأمواج. هنا نعيش وإياكم في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك. مبارك عليكم الشهر الفضيل، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر الفضيل. هنا مع عاشر أيام الشهر المبارك، هنا مع انطلاق بطولة الأندية الشمالية، هنا مع اللقاء الذي يجمع نادي الأمواج بنادي هندرين على أرضية ملعب نادي هندرين الرياضي. الكرة في الخطوط الدفاعية لمصلحة نادي هندرين. الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي هندرين. الاعتراض حاضر بمستوى اللاعب زكريا على قرار الحكم محمد حيدر. نتمنى للطاقم التحكيمي القادم من محافظة السليمانية التوفيق في هذه المباراة والخروج بها إلى بر الأمان. من سيكسب أولى 3 نقاط؟ إلى ماذا ستشير قمة هذا المساء هنا على أرضية ملعب نادي هندرين الرياض؟ نادي الأمواج على الأقل مطالب أن يعود غير خاسر في هذه المباراة. نادي الأمواج يبحث عن 3 نقاط من عقر ملعب نادي هندرين. الكرة لمصلحة أبو شيبة، العرضية حاضرة، الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. أولى الضربات الركنية لمصلحة نادي الأمواج، لمصلحة الكابتن في هذه اللحظات على تنفيذها اللاعب بهجة عامر. في هذه اللحظات نادي الأمواج يحاول أن يفتك بشباك الحارس في هذه اللحظات، حارس نادي هندرين، وأن يأتي بأولى الأهداف لمصلحة البحراوي، لمصلحة الموج الأزرق. الكرة عن طريق بهجة، ممرر الكرة حاضرة، عادت من جديد، بهجة يحاول العرضية حاضرة، أين الراس؟ الكرة بأحضان الحارس، حارس مرمى نادي هندرين، حامل عريض لنادي هندرين الرياضي. عادت من جديد الكرة في هذه اللحظة على مستوى الرواق الأيمن. البحث عن زميل لمصلحة نادي هندرين عن طريق ديار يحاول الكرة، عادت لمصلحة هيمن ناظم، هيمن إلى ديار والبحث عن زميل. ديار في ديار نادي هندرين. لما ستكتب هذه المباراة؟ لما ستقضي هذه المحكمة؟ من سيكسب 3 نقاط في هذه المباراة؟ إن من المرتقبين لأجواء هذه القمة الحامية على صفيح ساخن على أرضية ملعب نادي هندرين الرياضي. في هذه اللحظات الكرة عن طريق هيمن، القائد هيمن، مبعدة من مدافعي نادي الأمواج الرياضي في هذه اللحظات. مدي بساطي واملئي أكوابي، وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. عيناك يا أربيل منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي. أربيل جئتك كالسفينة متعبا، أخفي جراحاتي وراء ثيابي. أنا ذلك البحار أنفق عمره في البحث عن حب
وعن أحبابي أربيل طرت على حرير عباءة وعلى ضفائر زينب وربابي، وهبطت كالعصفور يقصد عشه والفجر عرس مآذنا وقبابي. حفظ الله مدينتنا أربيل العزيزة في هذه المباراة، مدينة أربيل المحتضنة لأجواء هذه المباراة، المحتضنة لضيوف نينوى وأبناء الموصل في هذه المباراة. الكرة في هذه الأثناء مبعدة من دفاعات نادي الأمواج، عادت لمصلحة اللاعب صباح حسين. صباح يحاول المرور في هذه اللحظات، البحث عن زميل، عادت لمصلحة أبو شيبة. الضاغط في هذه اللحظات ما زال أبو شيبة الضاغط، وأخطر الجهات لمصلحة نادي الأمواج. الخطأ وأوفسايد حاضر على اللاعب زكريا، حالة تسلل حاضرة على القناص زكريا في هذه اللحظات. برافو، ما زال نادي الأمواج يقدم مباراة جميلة إلى حد هذه اللحظة، إلى حد هذه اللحظة المباراة جميلة بكل ما تحمله بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من جديد الكرة عادت لمصلحة المدافع هيمن على الرواق الأيمن. الكرة في هذه الأثناء الخطوط الدفاعية لمصلحة نادي هندرين الرياضي، للتذكير بأن نادي هندرين الرياضي هو المتوج ببطولة أقليم كردستان في نسخة عام 2011، هو الذي كان البطل في تلك النسخة 10 سنين وهو غائب عن منصات التتويج، 10 سنين وهو غائب عن المحافل. الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي الأمواج، الكرة من جديد لمصلحة صباح. صباح يحاول، صباح الكرة عادت لمصلحة نادي هندرين، رمية جانبية في هذه الأثناء. الكرة من جديد عن طريق القائد هيمن في هذه اللحظات، الكرة لمصلحة هيمن. عادت من جديد إلى القائد من جديد لنادي هندرين من جديد. النتيجة ما زالت تشير إلى التعادل السلبي، لا إلى هذا ولا إلى ذاك. نتكلم قليلا عن مشوار نادي الأمواج في هذه البطولة، المتأهل بشكل مباشر إلى دوري المحافظات الشمالية. لم يلعب تصفيات محافظة نينوى بعد أن كان قد وصل إلى الملحق في الموسم السابق، تأهل من خلاله به إلى دوري المحافظات الشمالية، والذي يضرب موعدا من العيار الثقيل مع نادي هندرين الرياضي الباحث والآخر عن الصعود إلى دوري الدرجة الأولى العراق. الكرة عادت لمصلحة زكريا، مبعد الكرة عادت لمصلحة اللاعب صباح. صباح من اتجاه اللاعب أحمد إلى اللاعب زكريا. زكريا المرور، الكرة ذهبت على اللاعب زكريا، طالت على اللاعب زكريا لتعود لمصلحة نادي هندرين الرياض. في منتصف أرضية الميدان لمصلحة فواز. فواز يعود بالكرة إلى اللاعب مروان جواد. مروان يقف على الكرة في أرضية الميدان، الكنترول حاضر من اللاعب فواز، الارتكاز، محور الارتكاز اتجاه اللاعب عمر عبد الرحمن. عمر من جديد، التمريرة حاضرة من اللاعب عمر ولا أروع. الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. الأمواج ناغط، الأمواج شبه مسيطر على أجواء المباراة، ولكن الكرة أهداف، الكرة أقوال. هل سيدفع ضريبة إهدار الفرص في بدايات أجواء شوط المباراة الأول؟ حذاري من إهدار الفرص، حذاري من إهدار الفرص في شوط المباراة الأول. سيدفع ضريبتها غالية إن استمرت، سيدفع ضريبتها غالية إن استمرت في هذه اللحظات. الكرة عادت لمصلحة نادي هندرين في وسط الميدان. نادي هندرين الباحث عن أولى الأهداف. الكرة لمصلحة هيمن في هذه اللحظات إلى التمريرة حاضرة على مستوى الظهير الأيمن الذي يبحث في هذه اللحظات عن عرضية. يعود بالكرة لمصلحة نادي هندرين، عادت من جديد. الكرة ذهبت إلى رمية تماس لمصلحة نادي الأمواج الرياضي. نادي الأمواج الرياضي ولمصلحة اللاعب بهجة عامر. نادي الأمواج بعد أن ترك الموسم الماضي كثاني كأول المتأهلين من محافظة نينوى، وبعدها لعب واستمر لبطولة أندية المحافظات الشمالية المتطورة في هذا الموسم.
نعم عزيزي المشاهد، في الموسم السابق كان هناك 5 أندية تنافس في أندية المحافظات الشمالية. الحديث عن نادي الحويجة المتأهل إلى دوري الدرجة الأولى، الحديث كان عن نادي بابان في المحافظة السليمانية، نادي الطوز من محافظة إدهوك، ونادي الموصل من محافظة نينوى، مع نادي الأمواج أيضا من محافظة نينوى. تأهل في الموسم السابق نادي الحويجة كأول للمجموعة وبشكل مباشر إلى تصفيات النهائية، ومن ثم ترك نادي الأمواج يلعب ذلك الملحق وخرج على يد نادي الصوفية بعد أن كان تعادل مع نادي الكفل هناك في العاصمة بغداد على أرضية الملعب التاجي. من جديد مع موسم جديد، من جديد مع أمل آخر لنادي الأمواج وأمل آخر لمحافظة نينوى التي تتسلح ب4 أندية في هذه البطولة. نادي الأمواج الليلة مع نادي هندرين، نادي الموصل هناك على أرضيته يلاقي نادي أرارات من محافظة أربيل، نادي الحدباء يلاقي في تلك المباراة نادي غازة الشمال، ونادي بلدية الموصل هناك في محافظة كركوك على موعد مع ملاقاة محافظة مع نادي نفط الشمال في تلك المباراة. 4 مباريات اليوم، انطلاق لجميع مباريات هذا الدور الأول في تصفيات المنطقة الشمالية المؤهلة إلى دوري الدرجة الأولى العراقي. الكرة من جديد لمصلحة نادي هندرين بأحضان الحارس دلشاد، عادت من جديد هدوء بعض الشيء يسيطر على أجواء شوط المباراة الأول بعد أن عشنا دقائق جميلة ودقائق من نار. الآن الفريقان الكرة في منتصف أرضية الميدان، خامدة في منتصف أرضية الميدان، لا إلى هذا ولا إلى ذاك. من جديد الكرة عادت لمصلحة اللاعب بهجة عامر، بهجة الكرة ممررة لمصلحة اللاعب صباح إلى اللاعب فواز، ولا أروع عودة لمصلحة بهجة يحاول المرور، بهجة مر، بهجة ضم، بهجة الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. الحكم يشير إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي هندرين الرياضي. في منتصف أجواء شوط المباراة الأول، والتعادل السلبي ما زال هو المسيطر على نتيجة الفريقين في هذه المباراة. كرة في منتصف أرضية الميدان لمصلحة نادي هندرين المعتمد على المرتدات، خطيرة في هذه الأثناء، عادت من جديد ضربة دفاعية، عادت خطيرة جدا على مستوى الرياضة، ليس محاولة المرور مرة أخرى لمصلحة نادي هندرين في هذه اللحظات. التصويب، هل من تصويبة حاضرة إلى الرواق الأيمن، تغيير اتجاه اللعبة العرضية حاضرة، أين الرأس، والكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. نادي هندرين الرياضي معتمد بشكل كلي على المرتدات في هذه المباراة. المرتدات هي السلاح لنادي هندرين في شوط المباراة الأول. الكرة من جديد عادت لمصلحة نادي الأمواج إلى اللاعب فواز، فواز غائب باتجاه اللاعب أبو شيبة، أبو شيبة يقف على الكرة في هذه اللحظات، محاولة المرور ولكن مبعدة لتعود من جديد لمصلحة فواز. الله يا لعيب، الله على فواز وما يقدمه في شوط المباراة الأول. زكريا باتجاه عمر، عمر من جديد، عمر إلى زكريا، دربكة عادت لمصلحة نادي هندرين الرياضي. الفرص حاضرة ولكن اللمسة الأخيرة غير متواجدة، الفرص حاضرة ولكن لم تجسد إلى هدف لحد هذه اللحظة. كتيبة القائد الكابتن محمد يوسف المدرب نادي الأمواج في هذه المباراة ما زالت تهدد، ولكن بشباك نظيفة على مستوى نادي هندرين الرياضي في هذه اللحظات. الكرة في منتصف أرضية الميدان باتجاه بهجة، بهجة المحاولة العرضية باتجاه اللاعب أبو شيبة، المحاولة من جديد عادت على مستوى الظهير الأيمن لمصلحة اللاعب عمر، عمر إلى اللاعب أحمد رائد، أحمد باتجاه زكريا، خطيرة الكرة في هذه اللحظات في أحضان حارس مرمى نادي هندرين في هذه اللحظات، وساقط على أرضية الميدان لاعب نادي هندرين. الحديث عن اللاعب عماد قادر، نتمنى بأن يعود مشافى معافى إلى أرضية الميدان لتكملة أجواء هذه المباراة المثيرة في دقائقها الأولى والخالية من الأهداف في منتصف شوطها الأول. الخيارات في شوط المباراة الثاني لكلا الجانبين
هل ستكون إضافة لأحد الفريقين في هذه المباراة لمصلحة نادي الأمواج؟ على ما يبدو أسماء كبيرة متواجدة على دكة الاحتياط. الحديث عن اللاعب محمد رسول وعن غيره من الأسماء القادرة على تغيير نسق هذه المباراة في هذه اللحظات. الكرة خطيرة جدا، الكرة خاطئة بعض الشيء من مدافع نادي الأمواج نزار سعيد، كاد أن يخطئ في هذه اللحظات، ولكن الكرة ذهبت بردا وسلاما على مرمى نادي الأمواج الرياضي في هذه اللحظات. أصدقائي المتابعين في كل مكان، نكسب وإياكم وقتنا هذا بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا خير بنا إلا أن نستغل هكذا حدث رياضي كبير بالصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحن وإياكم في شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، صيامنا وقيامنا، وجعلنا من اعتقاء هذا الشهر الفضيل بإذنه تعالى. نعم، اللاعبين في شوط المباراة الأول على ما يبدو بأنهم لا يريدون المجازفة في مستوى على عاملي اللياقة البدنية. اللياقة البدنية، اللاعب مطالب ب90 دقيقة سيلعب في هذه المباراة، والأغلب هنا صائم في هذه اللحظات. الصيام لجميع اللاعبين على أرضية الميدان. هل عامل اللياقة البدنية سنشاهد ملحوظ بأن هناك تراجع للمستوى؟ هذا ما ستكشفه لنا أجواء هذه المباراة. الله على التمريرة المرتدة لمصلحة نادي هندرين في هذه اللحظات. نادي هندرين الباحث، الكرة لمصلحة محمد الجديد. محمد يحاول تلاعب بدفاعات لعيب، الكرة عادت لمصلحة اللاعب بهجت عامر في هذه اللحظات. الكرة لمصلحة بهجت، كرة خطيرة كانت لمصلحة نادي هندرين الرياضي. نادي هندرين غير قادر، ولكنه خطير جدا على مستوى المرتدات. على نادي الأمواج أن يكون حذر من مرتدات نادي هندرين. نادي هندرين قادر على أن يأتي بأولى الأهداف في شوط المباراة الأول. الكرة لمصلحة بهجت. ماذا عن كبرياء الأمواج؟ ماذا عن كبرياء الأزرق في هذه اللحظات؟ الكرة لمصلحة بهجت، الكرة ذهبت رمية جانبية لمصلحة نادي الأمواج من جديد. نادي الأمواج من جديد. نادي الأمواج يحاول أن يتقدم بأولى الأهداف. نادي الأمواج يحاول أن يداشن الشباك بأولى الأهداف في شوط المباراة الأول، وفي هذا الحضور الجماهيري الجميل الذي يزين ملعب نادي هندرين الرياضي هنا في مدينة أربيل الحبيبة المحتضنة لهذه المباراة، وببث مباشر وحصري عبر منتدى شباب الكرامة الرياضي، الصفحة الرسمية والناقلة لأحداث هذه المباريات الكبيرة، أو بالأحرى لمباريات نادي الأمواج أينما كانت وأينما كانت تجمع. أيضا سقوط اللاعب محمد على أرضية الميدان، دخول الكادر الطبي من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعب محمد الذي يعاني من إصابة على ما يبدو في شوط المباراة الأول. نتمنى له السلامة والشفاء العاجل في هذه المباراة. دقيقة لالتقاط الأنفاس، دقيقة لترتيب الأوضاع بعض الشيء، ترتيب أوراق الفريقين في هذه اللحظات، ونحن وإياكم نعيش 25 دقيقة من شوط المباراة الأول، وما زالت الأهداف غائبة عن هذه المباراة. 25 دقيقة ما زالت الشباك لم تهز من كلا الجانبين، وإن من المنتظرين أولى أهداف هذه المباراة هدف سيخرج الفريقان من المياه الراكدة، هدف سينزع معهما قناع الخجل الكتيبتين في هذه المباراة، هدف سيعود لنا بمباراة من العيار الثقيل، بمباراة كبيرة في هذه اللحظات ناقصها هدف، وإن شاء الله قريب لمصلحة أي الجانبين في هذه المباراة. الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي هندرين الرياضي، بدأ يتنفس الصعداء في هذه اللحظات. نادي هندرين عن طريق هيمن العرضية حاضرة بأحضان الحارس دلشاد وحارس مرمى نادي الأمواج. الحديث عن المباريات الودية التي خاضها نادي الأمواج قبل التوجه إلى تصفيات المنطقة الشمالية. كان قد خاض مع نادي ربيعة، أو مع نادي قلعة تلاحفر، ومع نادي بلطوفة من توك. نادي ربيعة انتهت بفوز نادي الأمواج. نادي
مطوف من هوك انتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الطرفين، وأيضا نادي الحدباء وبعض المباريات التي استطاع من خلالها نادي الأمواج أن يتهيأ بشكل كبير لأندية تصفيات المنطقة الشمالية. الكرة لمصلحة بهجت في هذه اللحظات تغيير المراكز ما بين أبو شيبة يأتي على مستوى الجناح الأيسر، وعودة اللاعب بلبل عمر عبد الرحمن إلى الجناح الأيمن. هكذا هي تغييرات المدرب محمد يوسف في شوط المباراة الأول، الذي يساعده المساعد فرحان الشايب الحاضر في هذه المباراة. الكرة عادت من جديد لمصلحة اللاعب فواز باتجاه اللاعب زكريا يحاول من جديد، زكريا والتصويب، صوب زكريا، الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. تصويبات زكريا ومحاولات زكريا المعول عليه في هذه المباراة، كرة رائعة وكرة خطيرة على مرمى نادي هنديرين، ذهبت خارج أرضية الميدان لتعود ضربة مرمى لمصلحة نادي هنديرين. ما نشاهده بأن الفرص حاضرة، وبأن كلا الجانبين باستطاعته أن يأتي بأهداف المباراة، ولكن السؤال متى وأين وكيف سيتلون أول أهداف هذه المباراة، كيف سيتلون أولى أهداف هذا اللقاء. الكرة في منتصف أرضية الميدان لمصلحة نادي هنديرين، المساحة حاضرة، خطأ من اللاعب نزار، عادت من جديد نادي هنديرين، العرضية، الكرة من جديد لمصلحة بهجت بالمرصاد بالأنفاس الأخيرة، الكرة المرور حاضر لمصلحة أحمد، ويعود في هذه اللحظات الإيجابية لمصلحة نادي الأمواج. الكرة في هذه اللحظات لمصلحة نادي الأمواج، مبعد الكرة. إذن وصلتنا الآن تشكيلة نادي هنديرين الرياضي في هذه اللحظات المتأخرة بعض الشيء، نعتذر من الحضور الجماهيري. لحراسة المرمى عبد القادر قارمان، محمد شيرزاد، حسين فيصل، هيدي في منتصف أرضية الميدان، راستي قادر، عماد قادر، الأشقاء في منتصف أرضية الميدان، هيمن ناظم، هافال، أحمد خدر، إسماعيل خدر، وفي المقدمة ديار محمد في هذه المباراة. عودة من جديد الكرة لمصلحة نادي هنديرين وفي منتصف أرضية الميدان، الكرة لمصلحة نادي الأمواج في هذه اللحظات، رمية جانبية لمصلحة نادي الأمواج، الكرة ممررة لمصلحة اللاعب الصباح، عادت من جديد رمية جانبية أخرى في هذه اللحظات لمصلحة نادي الأمواج الرياضي. نصف ساعة عشناها وإياكم من أحداث شوط المباراة الأول، وما زال التعادل السلبي هو المهيمن، وهو الذي يفرض كلمته على أجواء هذه المباراة الكبيرة في هذه اللحظات. الجولة الثانية، نادي هنديرين سيلاقي نادي المصلى في محافظة كركوك، سيسافر وسيشد الرحال إلى محافظة كركوك. أما نادي الأمواج سيلاقي نادي بابان على أرضية ملعب نادي الأمواج في الجولة القادمة من تصفيات المنطقة الشمالية. في هذه اللحظات الكرة موررة في منتصف أرضية الميدان باتجاه أبو شيبة، يحاول على الكرة، يقف على الكرة أبو شيبة، البحث عن زميل، عادة لمصلحة أحمد العرضية حاضرة باتجاه صباح، الكرة بأحضان الحارس عبد القادر قارمان، عبد القادر في منتصف أرضية الميدان لمصلحة هيمن ولا أروع، الكرة عادت لمصلحة نادي الأمواج في هذه الأثناء. في شوط المباراة الأول ما زال التعادل السلبي يا سادة هو من يفرض كلمته في هذه اللحظات. عمر القائد، عمر الكابتن، عمر المعول عليه في هذه المباراة ما زال شبه غائب عن أجواء شوط المباراة الأول. إن حضر عمر حضر الأمواج، إن حضر عمر حضر البحراوي في أرضية الميدان. عمر عبد الرحمن ما زال معول عليه من كتيبة نادي الأمواج، من كتيبة الحاج فاز أبو مصطفى الذي يحضر في أرضية الميدان. الكرة عادت من جديد متى سيأتي أولى أهداف المباراة؟ السؤال متى سيأتي أولى أهداف المباراة ولمن سيكون وعلى من سيسجل؟
أسئلة ستجيب عنها الدقائق القادمة في هذه المباراة. أسئلة لابد أن تكون حاضرة ولابد من الإجابة عليها في شوط المباراة الأول. الكرة في منتصف أرضية الميدان، عادت لمصلحة نادي هندرين. هندرين في المساحة لمصلحة فواز، الكرة لمصلحة اللاعب أحمد رائد، البحث خطأ في منتصف أرضية الميدان في مكان جيد لمصلحة نادي الأمواج ولمصلحة الموج الأزرق في هذه اللحظات. الموج الأزرق هل سيقول بكلمته وهل سيغرق سفن المنافسين في هذه المباراة أم أن لنادي هندرين رأي آخر على تنفيذها أحمد، على تنفيذ هذه الكرة أحمد رائد في هذه اللحظات لمصلحة نادي الأمواج. الكرة عن طريق أحمد، هل ستلعب بشكل مباشر أم ستعرض الكرة من جديد باتجاه لاعبي مدافع نادي الأمواج؟ الحديث عن اللاعب مروان، ولكن الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي هندرين. طبيعي ما نشاهده في هذه المباراة، وطبيعي على رتب هذه الأجواء في هذا الشوط الأول على ما يبدو بأنها فلسفة مدربين بعدم المجازفة في شوط المباراة الأول. الأمواج في هذه المباراة التعادل يرضي والانتصار يغري في هذه المباراة، ولكن الخسارة بكل تأكيد ممنوعة في هكذا مباراة، وأنت تتحدث عن بدايات في تصفيات المنطقة الشمالية وعن أولى المباريات. إذن تسل الحاضر لمصلحة نادي الأمواج على مستوى اللاعب هافان، الواقع في منطقة الأوفسايد براية التي رفعت من جانب الحكم آسو أحمد الذي يشير إلى خطأ وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الأمواج الرياضي في هذه اللحظات. الكرة من جديد، عادت من جديد في هذه الأثناء. ذهبت الكرة رمية جانبية لمصلحة نادي هندرين الرياضي على مستوى الرواق الأيسر في هذه الأثناء. رمية جانبية على مرمى نادي الأمواج ولمصلحة نادي هندرين الرياضي من على التنفيذ في هذه الأثناء. برأيي لو أنهى شوط المباراة الأول نادي الأمواج وهو متقدم بهدف، فإن المباراة بنسبة كبيرة ستذهب لمصلحة البحرين. على هذه المعطيات وعلى هذه أو على ما نشاهده في شوط المباراة الأول بأن نادي هندرين غير داخل في هذه اللحظات ويريد إنهاء الشوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. هذا ما نشاهده في هذه المباراة. نادي الأمواج لو خرج متقدما بهدف سيعبر نصف الطريق المؤدي إلى الثلاث نقاط التي يتمناها كل جمهور نادي الأمواج. كل جماهير نادي الأمواج الآن عبر خلف الشاشات عبر منتدى شباب الكرام الرياضي تطالب بالتقدم، تطالب بالمجازفة، تطالب بأولى أهداف المباراة لمصلحة نادي الأمواج البحراوي في هذه المباراة. رمية جانبية لمصلحة نادي الأمواج الرياضي على تنفيذها عمر هيثم، عادت لمصلحة عمر، العرضية حاضرة من عمر باتجاه أبو شيب، الكرة بأحضان الحارس عبد القادر قارمان. كلا الحارسين وحمات العرين كلاهما لم يتعرض إلى الاختبار لحد هذه اللحظة، لم يتعرض كلا الجانبين إلى الاختبار لحد هذه اللحظة. كرات خجولة وكرات ليست بالخطيرة في شوط المباراة الأول، شوط للنسيان وقمة لم تبح بأسرارها في شوطها الأول. الكرة لمصلحة اللاعب في منتصف أرضية الميدان. هيمن يحاول المرور على الرواق الأيسر، مر تلاعب يعرض الكرة في هذه اللحظات، عادت لمصلحة عماد قادر مبعدة من دفاعات نادي الأمواج، عادت لمصلحة عماد من جديد. الكرة لمصلحة هيمن، العرضية حاضرة من جديد، الكرة مبعدة من نزار وهفوات الشوط المباراة. أخطاء فادحة في دفاعات نادي الأمواج على مستوى قلبي الدفاع. زار سعيد واللاعب مروان جواد قد تكلف الفريق هدف في شوط المباراة الأول. هذا ما سنلاحظه في شوط المباراة الأول. الكرة عن طريق دلشاد، ضربة حرة مباشرة لمصلحة نادي الأمواج في هذه اللحظات. الأمواج ما زال يحاول ولكن ما زال الهدف غائب في شوط المباراة الأول.
لمصلحة عمر يحاول المرور للاعب فواز والبحث عن زميل فواز في منتصف أرضية الميدان. المهندس في هذه المباراة المهندس المايسترو فواز غائب. كم هو مهم تواجد اللاعب فواز في شوط المباراة الأول. رمانة خط الوسط إن أصح التعبير، رمانة خط الوسط اللاعب فواز، وراء كل الهجمات لمصلحة نادي الأمواج، وراء كل هجمة لنادي الأمواج لا بد من فواز ولا بد من فائز في هذه الليلة. لا بد من فواز ولا بد من فائز. أين سيكون الثلاث نقاط؟ أين سيكون محط النقاط الثلاث في هذه المباراة؟ الكرة لمصلحة أبو شيبة في منتصف أرضية الميدان. أحمد يحاول المرور لمصلحة نادي هندرين في هذه اللحظات. هيمن يحاول المرور لتغيير اتجاه اللعب ولا أروع على مستوى الرواق الأيسر. عادت لمصلحة اللاعب إسماعيل والمحاولة إسماعيل من جديد هندرين يحاول الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. ضربة ركنية أخرى أو ضربة ركنية أولى لمصلحة نادي هندرين في شوط المباراة الأول. 10 دقائق تفصلنا عن نهاية شوط المباراة الأول في هذه اللحظات. في هذه الأثناء الكرة من جديد ضربة ركنية في هذه الأثناء لمصلحة نادي هندرين الرياضي على تنفيذها اللاعب إسماعيل. الكرة من جديد تشكيلي برامبر العرضية حاضرة لمصلحة نادي هندرين. من جديد الكرة بالراس، محاولة خطيرة، خطأ في هذه اللحظات لمصلحة نادي الأمواج. أخطر فرص شوط المباراة الأول لمصلحة نادي هندرين. قلتها وأعيدها وأكررها على المسامع، نادي هندرين قادر على أن يأتي بأهداف المباراة. لا يغرنكم هدوءهم في شوط المباراة الأول. فالهدوء يسبق العاصفة، وما زالت الكفة متوازنة في شوط المباراة الأول للجانبين في هذه الأثناء. لمصلحة نادي الأمواج الكرة لمصلحة زكريا يحاول مبعد، عادت لمصلحة نادي هندرين الرياضي، خطيرة جدا الكرة في هذه اللحظات في منتصف أرضية الميدان. مرة من جديد لمصلحة بهجة، الزيادة العددية ولكن خاطئة من بهجة. الكرة عادت لمصلحة نادي هندرين الرياضي ولمصلحة نعم اللاعب هيمن ناظم. الكرة باتجاه اللاعب عماد ولا أروع تغيير اتجاه اللعب مع اللاعب أحمد خدر في هذه اللحظات. أحمد يحاول، الكرة عادت لمصلحة اللاعب راستي للاعب أحمد. من جديد الكرة في منتصف أرضية الميدان، تغيير اتجاه اللعب لمصلحة هادي أو لمصلحة اللاعب محمد. الكرة لمصلحة هادي والكرة مبعدة من دفاعات نادي الأمواج ومن المطرقة الدفاعية لاعب نزار في هذه اللحظات. مباراة لم تكن جميعات في شوطها الأول. مباراة لم تبح بأسرارها في هذه اللحظات. برأيي بأن فلسفة المدربين في هذه المباراة سيكون لها الأثر الواضح في شوط المباراة الأول أو في شوط المباراة الثاني. الشوط الثاني هو من سيتكفل بإعطاء 3 نقاط وخسارة أحد في هذه المباراة. الشوط الأول على ما يبدو سينتهي على هذه النتيجة، على ما يبدو أنه سينتهي على النتيجة وعلى التعادل السلبي في هذه اللحظة. إذا سقوط اللاعب في هذه اللحظات، اللاعب زكريا ساقط على أرضية الميدان، إرهاق بدني كبير وضغوطات نفسية كبيرة على مستوى الجانبين لمصلحة نادي هندرين وكذلك لمصلحة عميد نينوى ونادي الأمواج في هذه المباراة. لحد هذه اللحظة الكرة عادت
بكل روح رياضية. اللاعب أحمد يعود الكرة لمصلحة نادي هندرين ولمصلحة حارس عبد القادر قارمان. الكرة من عبد القادر باتجاه اللاعب هيدي في هذه الأثناء يعود بالكرة لمصلحة فريق نادي هندرين. هيدي من جديد، العرضية حاضرة على مستوى الرواق الأيمن ولا أروع باتجاه اللاعب إسماعيل. يحاول المرور إسماعيل من جديد، مرت لاعب على مستوى منطقة الجزاء خطيرة. الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. خطيرة الكرة في هذه اللحظات، خطيرة الكرة الماضية لمصلحة نادي هندرين في هذه اللحظات. وأنا أتكلم عن خطورتهم على مستوى التقدم وعلى مستوى المحاولات. اللاعب إسماعيل أضاع كرة ولا في الأحلام لمصلحة نادي هندرين يكشر عن الأنياب بأخطر فرص شوط المباراة الأول. إذن ضربة ركنية من جديد لمصلحة نادي هندرين، على تنفيذها اللاعب راسلي، أو عفوا على تنفيذها اللاعب إسماعيل يحاول في هذه اللحظات الراسية حاضر. الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. بدايات معالم البدايات وعبرة الخواتيم لمصلحة نادي هندرين. الجمل بما حمل في نهاية شوط المباراة الثاني. نادي هندرين يحاول التقدم في شوط المباراة الثاني، هذا ما يبدو على نادي هندرين في هذه اللحظات. الكرة عادت من جديد لمصلحة اللاعب حسين فيصل القائد والكابتن لمصلحة نادي هندرين. حسين يقف على الكرة في منتصف أرضية الميدان باتجاه اللاعب هافال، مبعدة لمصلحة فواز، عادت لمصلحة أحمد رائد. أحمد مرة من جديد لمصلحة نادي الأمواج. الكرة إلى اللاعب أبو شيبة، يعود الكرة أبو شيبة باتجاه عمر على مستوى الرواق الأيمن. الله على تمريرة أبو شيبة. عمر يحاول، عمر تلاعب من جديد. الكرة لمصلحة نادي الأمواج، عودة لمصلحة فواز يحاول. الكرة راسية عادت من جديد. الكرة لمصلحة نادي الأمواج إلى اللاعب أحمد رائد، عودة من جديد لمصلحة اللاعب عمر هيثم إلى اللاعب نزار سعيد، إلى اللاعب فواز في هذه اللحظات. من جديد الكرة لمصلحة عمر عبد الرحمن. عمر يحاول، عمر من جديد، عمر لمصلحة اللاعب أبو شيبة. أحمد رائد إلى فواز من تصويب، تجربة تصويب. الكرة بالراس من جديد إلى اللاعب زكريا. دربك من جديد، عادت لم تنتهي بعد. أحمد الكرة لمصلحة عمر العرضية حاضرة. الكرة عادت رمية التماس لمصلحته ولم تخرج لحد هذه اللحظات. رمية التماس لمصلحة نادي هندرين اليوم. إذن أصدقائي أحبائي،
الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي. داس الغزاة على جميع سنابلي، فتفجر الإبداع من أعماقي. أجريت في الصخر العقيم جداولا، وحملت نور الله في أحداقي. أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي، ووصيتي الفقراء فوق نطاقي. أحبائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طابت أوقاتكم هنا. عودة وإياكم إلى أجواء شوط المباراة الثاني بعد انتهاء الحصة الأولى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، بعد انتهاء شوط المباراة الأول، بعد خيبة آمال لكلا الجانبين على مستوى الفني لشوط المباراة الأول. ها هي صافرة الحكم علمة حيدر تشير وتعلن عن انطلاق شوط المباراة الثاني. شوط المدربين، لمسات المدربين في هذا الشوط ستكون لها قيمتها في الحصة الثانية. نبدأ بتشكيلة نادي هندرين بنفس الأسماء في شوط المباراة الأول. عبد القادر قرمان على مستوى حراسة المرمى، ثنائي خط الدفاع هيمن مع محمد الشرزاد، راستي قادر، هادي مجيد، عثمان عماد قادر، هيمن ناظم، هافال مهند، أحمد خدر، ذياب محمد مع اللاعب إسماعيل. تشكيلة نادي الأمواج عميد نينوى في شوط المباراة الثاني. لحراسة المرمى دلشاد، ثنائي خط الدفاع نزار سعيد مع مروان جواد على مستوى الرواق الأيسر، بهجة عامر على مستوى الرواق الأيمن، اللاعب عمر هيثم في منتصف أرضية الميدان، اللاعب فواز صباح حسين مع اللاعب أحمد رائد، جناح يمين عمر عبد الرحمن، جناح يسار محمد أحمد، وفي المقدمة اللاعب زكريا المعول عليه في هذه المباراة. يساعد الطاقم التحكيمي في هذه القمة كل من الحكم الأول قاسي أحمد مع الحكم بريال قادر. عودة من جديد إلى أجواء المباراة، عودة من الباب الكبير لمصلحة نادي الأمواج أولى الكرات في شوط المباراة الثانية. كرة عن طريق أحمد، خاطئة من أحمد، عادت لمصلحة عمر من جديد في شوط المباراة الثاني. شوط من حديد، شوط سيكون من نار، ستولع شوط المباراة الثاني. وأنا أعي ما أقول، الكرة عن طريق الفواز يا لعيب، الكرة والتصويبة حاضرة في شوط المباراة الأول في شوط المباراة الثاني. في بدايات أجواء الحصة الثانية تصويبة أتت من اللاعب عمر هيثم لتعود ضربة مرمى في هذه اللحظات لمصلحة نادي هندرين الرياضي. نادي هندرين الرياضي يلعب بالصف الثاني في هذه المباراة وليس بالأسماء الأولى بالصفوف الأولى، بعد أن كان يوم الخميس الماضي كان قد لعب مباراة في دوري الكردستان الممتاز وتأهل معها إلى دور ربع النهائي لدوري إقليم كردستان. اليوم بالخط الثاني في بطولة أندية محافظة الشمالية المؤهلة إلى دوري الدرجة الأولى العراقي. إذن خطأ لمصلحة نادي هندرين على تنفيذها على ما يبدو. القائد هيمن على تنفيذ أو اللاعب حسين فيصل. عودة من جديد، الكرة عرضية حاضرة باتجاه اللاعب أحمد خدر، محاولة المرور ولكن مبعدة من دفاعات نادي الأمواج في هذه اللحظات. عادة لنا جانبية أخرى لمصلحة نادي هندرين الرياضي الممثل لمحافظة إربيل مع نادي أرارات المتواجد هناك في محافظة نينوى مع ضد نادي الموصل هناك على أرضية ملعب نادي الموصل الرياضي. من جديد الكرة في هذه اللحظات. نظام التأهل في هذه التصفيات يتصدر كل المتصدرين على المجموعات الثلاث متصدرين على المجموعات الثلاث، وأفضل ثاني في المجموعات الثلاث، ثاني أفضل في المجموعة الثلاث سيتأهل مباشرة إلى التصفيات النهائية لدوري الدرجة الأولى العراق. الكرة لمصلحة اللاعب عماد قادر، العرضية حاضرة من عماد. الكرة في هذه اللحظات البحث عن الرؤوس في هذه الأثناء بأحضان الحارس دلشاد. ما زالت المباراة نظيفة إلى أبعد حد، خالية عن الإصابات وعن التدخلات الخطيرة في هذه المباراة، والفضل يعود إلى الطاقم التحكيمي في هذه المباراة وأيضا لمستوى الروح الرياضية المتواجدة في أرضية الميدان الذي نتمنى
ونأمل بأن تستمر طيلة فترة المباراة. الكرة لمصلحة أحمد باتجاه الفواز، عودة لمصلحة نزار باتجاه اللاعب مروان في منتصف أرضية الميدان. الكرة لمصلحة نادي الأمواج عن طريق الصباح إلى اللاعب عمر باتجاه فواز يا لعيب مرة أخرى عن طريق عمر. أين المساندة؟ أين التصويب؟ أين اللمسة الأخيرة التي تحدثت عنها في شوط المباراة الأول في هذه الأثناء؟ الكرة عادت من جديد لمصلحة زكريا ومرور زكريا يمر يضم يلعب يحاول، صوب الكرة في هذه اللحظات بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس عبد القادر لتعود ضربة مرمى لمصلحة نادي هندرين الرياض. ما هي خيارات المدربين في شوط المباراة الثاني؟ ما هي الأوراق التي سيزج بها كل من المدربين في شوط المباراة الثاني برأيي؟ يعني إن هذه المباراة بالنسبة لنادي هندرين وكذلك بالنسبة لنادي الأمواج مهمة جدا بأن يعطي للفريق شخصية في المجموعة، هذا واحد. ومن جهة أخرى بأن يكون هناك أن يدخل المباراة الثانية بمعنويات أكبر وبثقة أكبر وبآمال أكبر، فوز وانتصار الليلة، ومن ثم فالمباريات القادمة ستكون بهمم أكبر وبأمنيات أكبر في المباريات القادمة. عودة من جديد لمصلحة نادي الأمواج، الكرة لمصلحة هيدي، عادت لمصلحة فواز، مبعدة مرة أخرى. التباعد ما زال تباعد الخطوط ما زال يسيطر على فريقي على النسق لنادي الأمواج الرياض. تقارب الخطوط، جهة اللاعب أبو شيبة كانت خطيرة في شوط المباراة الأول وفعالة بدرجة كبيرة في شوط المباراة الثاني. ماذا ستتيح من فرص لكلا الجانبين؟ كرة طريق حسين يلعب الكرة طويلة في هذه اللحظات، مبعدة عادت لمصلحة نادي هندرين، بطل دوري الإقليم الكردستاني في عام 2011 كما ذكرنا في بداية هذه المباراة، والذي يلعب لأول مرة في تصفيات المنطقة الشمالية بشكل عام. في الموسم الماضي لم تكن هناك أندية من البيت تنافس على دوري الدرجة الأولى العراقي. اليوم نشاهد ناديين هندرين ونادي أرارات. كرة من فواز في هذه اللحظات، خطأ لمصلحة نادي الأمواج في منتصف أرضية الميدان. الكرة باتجاه لاعب عمر، أين مراوغات عمر؟ أين كبرياء عمر؟ أين روح عمر؟ أين ضغط عمر؟ أين تأثير عمر؟ أين كبرياء عمر في هذه المباراة؟ كلها غابت وغاب معها آمال البيت الأزرق، السفينة الزرقاء التي تبحث وأن تبحر هنا في ملعب نادي هندرين الرياضي. الكرة عادت من جديد لمصلحة اللاعب زكريا في هذه اللحظات، ومرر الكرة لمصلحة نادي هندرين عن طريق هافال، تغيير اتجاه اللعب في هذه الأثناء من اللاعب إسماعيل، عادت مرة أخرى في هذه اللحظات على ما يبدو تغيير في صفوف فريق نادي هندرين. يقول اللاعب ليوان سليمان يدخل على مستوى الظهير الأيسر في نادي هندرين. أولى التغييرات التي يجريها المدرب دلشاد معروف، المدرب في هذه مدرب نادي هندرين في هذه البطولة وفي هذه المباراة. عودة من جديد الكرة في هذه الأثناء لمصلحة أحمد يمر الكرة باسترجاع لاعب زكريا ولا أروع وانتو، ولكن الكرة بأحضان الحارس عبد القادر من جديد. عبد القادر قرمان يسيطر على الكرة، وكرة أمامية مع اللاعب نزار. الكرة عادت من جديد لمصلحة فريق نادي الأمواج عن طريق اللاعب أبو شيبة. مرة
كرة أخرى لمصلحة هافال في منتصف أرضية الميدان ولمصلحة نادي الأمواج على مستوى الرواق اليسار. الكرة عادت رمية جانبية لمصلحة نادي الأمواج ولمصلحة اللاعب عمر هيثم. يلعب الكرة باتجاه اللاعب أحمد رائد، عادت لمصلحة عمر اللاعب زكريا هداف دوري المحافظات الشمالية في الموسم الماضي. إذن أولى البطاقات الصفراء التي تحضر في هذه المباراة على اللاعب البديل، اللاعب الذي دخل مؤخرا اللاعب ديوان سليمان يتحصل على البطاقة الصفراء في هذه اللحظات بعد التدخل الذي كان مع اللاعب زكريا. بالسلام إن شاء الله للاعب زكريا هداف دوري المحافظات الشمالية في الموسم الماضي، والآن يستهل مشواره في أولى مباريات هذا الموسم ضد نادي هندرين الرياض. إذا خطأ على تنفيذها اللاعب بهجت، وقوف اللاعب بهجت وأحمد رائد لتنفيذ الخطأ لمصلحة نادي الأمواج في هذه اللحظات. بهجت أن أحمد كرة في مكان خطير وعلى مشارف في منطقة جزاء، على مشارف في منطقة جزاء لمصلحة نادي الأمواج. تفجير نظرات، اتخاذ القرار، العرضية حاضرة مرة أخرى بإحضان الحارس عبد القادر فرمان في هذه الأثناء. الكرة لمصلحة أحمد، صوب يا أحمد باتجاه زكريا. كرة من اللاعب يا أحمد ولكن لم تجد الشباك، لم تجد الشباك في هذه اللحظات. عذرا دخول اللاعب زياد إسماعيل إلى أرضية الميدان في شوط المباراة الثاني، وهو الذي تحصل على بطاقة صفراء في هذه المباراة. ما زال في الوقت بقية وما زال في الكلام بقية لهذه المجموعة. ما زالت أولى المباريات بانتظار 5 مباريات قادمة لكلا الجانبين و5 قمم قادمة لكلا الناديين في هذه المجموعة، ولكن تحدثت بلغة بأن هذه المباراة مهمة أولا لنادي الأمواج لأنها خارج الديار. العودة ب3 نقاط ستكون من الباب الكبير وستكون منصفة لنادي الأمواج في هذه المباراة. مملة بعض الشيء أجواء هذه المباراة، ولكن نعي مسألة اللياقة البدنية ونعي مسألة الصيام للاعبين على أرضية الميدان عامل الصيام الذي نتمنى أن لا يؤثر وأن لا تبقى نتيجة سلبية في هذه المباراة. نتمنى أن لا تبقى نتيجة سلبية وأن يأتي أحد الفريقين بهدف يؤتي لهذه الجماهير التي تجمعت من كل حدب وصوب باحثة عن متعة وإثارة أن يكون هدفا يشير معهم إلى الندية والإثارة في هذه المباراة الكبيرة. الكرة عادت من جديد في منتصف أرضية الميدان لمصلحة دفاعات نادي هندرين. الكرة لمصلحة هافال. الكرة ممررة عادت لمصلحة بهجت باتجاه اللاعب زكريا، عادت من جديد الكرة رمية تماس في اللحظات لمصلحة نادي هندرين. كرة عن طريق أحمد رائد، محاولة تصويب من أحمد يصوب في هذه اللحظات. عادت من جديد الكرة إلى ضربة مرمى لمصلحة نادي هندرين. التصويب التي كانت من اللاعب صباح تصويب في هذه اللحظات، الكرة عادت ضربة مرمى في هذه اللحظات. إذن تغييرات في هذه اللحظات. خروج هافال وخروج أيضا في هذه اللحظات خروج اللاعب هافال وخروج اللاعب ديار محمد ودخول أحد اللاعبين ثنائي إلى أرضية الميدان. 3 تبديلات هي التي أجراها المدرب دلشاد معروف في كتيبة نادي هندرين الرياضي في هذه المباراة، بينما لا يوجد أي تغيير لمصلحة نادي الأمواج في شوط المباراة الثاني.
صلاح بس ممكن رقم 8 أحمد صلاح. أصدقائي المشاهدين متابعينا في كل مكان، ما زالت النتيجة بتعادلها السلبي بيضاء، لا إلى هذا ولا إلى ذاك. ما زالت أهداف ملعب نادي هندرين نظيفة لحد هذه اللحظة، وما زالت الكرة في الميدان، وما زالت العبرة بالخواتيم كما قلنا ونكررها. الكرة عن طريق اللاعب زكريا إلى اللاعب صباح، عادت من جديد الكرة لمصلحة اللاعب حسين، ومرر باتجاه اللاعب سوران أو اللاعب اللاعب سوران في هذه اللحظات إلى اللاعب بهجة عامر. بهجة يحاول المرور 3 مواسم وما زال بهجة لاعبا لنادي الأمواج. اللاعب بهجة عامر، اللاعب فواز غائب، اللاعب عمر عبد الرحمن زكريا، أسماء قديمة ومؤرشفة في ذاكرة جماهير نادي الأمواج. خطأ لمصلحة نادي هندرين الرياضي واحتراز على قرار الحكم المساعد لناس في هذه المباراة. قرار الحكم المساعد سؤال. من سيكون حليفا في هذه المباراة؟ لمن ستقضي محكمة ملعب نادي هندرين؟ لمن ستعود ال3 نقاط؟ هل ستعود لأصحاب الدار في هذه المباراة أم أن لأبناء نينوى رأي آخر في هذه المباراة؟ تكلمنا وعلقنا على مستوى ساعة كاملة، على مستوى 60 دقيقة في هذه المباراة، ولكن ما زالت الأهداف غائبة عن أحداث هذه المواجهة الكبيرة بين نادي هندرين ونادي الأمواج الموصلية. الكرة في هذه اللحظات خطيرة جدا على مستوى منطقة جزاء، عادت من جديد الكرة في هذه الأثناء لمصلحة نادي هندرين الرياضي، مبعدة من النزار، عادت لمصلحة اللاعب فواز غائب. فواز مرة أخرى باتجاه زكريا، زكريا لوحده يقاتل في الخط الهجومي لنادي الأمواج. زكريا هو الوحيد في الخط الأمامي، لا بد أن نجازف في إعطاء الفرصة لزكريا وإضافة لاعب آخر لجانب زكريا. يجب اللعب بمهاجمين إن أراد نادي الأمواج التقدم في هذه المباراة. إن أراد التقدم في هذه المباراة. زكريا محاصر من دفاعات نادي هندرين لحد هذه اللحظة، صعوبة في اختراقات دفاعات نادي هندرين في هذه اللحظات. الكرة لمصلحة الكتيبة الزرقاء مرة أخرى تمر حاضرة في هذه الأثناء باتجاه اللاعب أحمد خضر، يعود بالكرة أحمد يحاول المرور مرة أخرى. الكرة مع اللاعب زياد، من جديد اللاعب عبد المنعم أحمد يحاول المرور في هذه الأثناء. رمية جانبية لمصلحة نادي هندرين عن طريق أحمد خضر في هذه الأثناء. بعض الشيء أجواء المباراة، اشتدت أجواء القمة في هذه اللحظات، وخطأ لمصلحة نادي هندرين على مستوى الرواق الأيمن للاعب أحمد خضر، وعلى تنفيذها اللاعب زياد على تنفيذ الخطأ لمصلحة نادي هندرين. إذا خطأ على تنفيذها اللاعب زياد على مستوى الرواق الأيسر لمصلحة نادي هندرين الرياضي في مكان لا يحسد عليه نادي الأمواج في هذه الأثناء. الكرة عن طريق العب، الكرة في هذه الأثناء مبعدة من اللاعب زكريا الذي يعود إلى الواجبات الدفاعية. من جديد الكرة لمصلحة اللاعب إسماعيل، عادت رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي الأمواج الرياضي في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات. كرة لمصلحة عمر عبد الرحمن، يعود بالكرة إلى اللاعب بهجة عامر. بهجة يحاول المرور، خطأ لمصلحة اللاعب بهجة بعد الاحتكاك الذي كان مع اللاعب إسماعيل في هذه اللحظة.
أجواء كبيرة يحتضنها ملعب نادي هندرين الرياضي في هذه المباراة. جميل هذا الملعب، وأنا أتحدث عن ملاعبي أندية أربيل جميعها على مستوى عال من التنظيم والتنسيق والجمالية. ملعب ولا أجمل في هذه يحتضن هذا اللقاء. وهنا مربط مع ملاعب أندية نينوى وملاعب نينوى على وجه العموم. ملاعب نينوى كلها إن جئنا وإن لم نجامل كلها غير صالحة للعب، ما عدا ملعب نادي الأمواج وملعب دجلة الرياض. أما جميع الملاعب فلا بد من ترميم، ولا بد الكرة لمصلحة أبو شيبة يحاول المرور. مرة أبو شيبة تلاعب الكرة، عادت مبعدة من دفاعات نادي هندرين. أبو شيبة ما زال يبدع. أبو شيبة من رجال المباراة. أبو شيبة إن أتى هدف فسيكون له شأن كبير فيه بكل روح رياضية. لاعب فواز غائب يودع الكرة خارج أرضية الميدان. عودة من جديد إلى ملاعب محافظة نينوى. هذه رسالة إلى كل المعنيين بتطوير المنشآت الرياضية على مستوى محافظة نينوى، وإن شاء الله الأعمال ستكون حاضرة لأندية نينوى، والدعم سيكون متواصل خاصة على مستوى الملاعب المعضلة المشكلة التي نواجهها في كل مرة لأندية نينوى في وجه العموم. 4 أندية من نينوى كما ذكرنا متواجدة في هذه التصفيات: نادي بلدية الموصل، نادي الأمواج، نادي الموصل الأم، ونادي الحدباء لأول مرة يتواجد في دوري المحافظة الشمالية. إذا في هذه الأثناء أتتنا نتيجة نادي الموصل يتقدم بهدف على نادي أرارات هناك في الحدباء، في موصل الحدباء. نادي الموصل يتقدم بأولى الأهداف في هذه الأثناء. أتت البشائر هناك من أرض نينوى بانتظار النتائج الأخرى والمباريات الأخرى في هذه الأثناء. هدف يتقدم به نادي الموصل ورسالة منه إلى نادي الأمواج من أجل التقدم بهذه المباراة للنسيان. شوط أول للنسيان وشوط ثاني لم يكن بمستوى الطموح الذي عولت عليه هذه الجماهير الحاضرة. إذن عودة من جديد. الكرة لمصلحة الحارسي دلشات في هذه اللحظات مع اللاعب فواز. الله على المرور من فواز. اللاعب فواز باتجاه لاعب أبو شيبة. أبو شيبة يحاول، أبو شيبة لم يلحق على كرة اللاعب فواز لتعود الكرة بأحضان الحارسي عبد القادر قرمان حامي عرين نادي هندرين في هذه المباراة وفي هذه الأمسية التي ما زالت عنيدة إلى حد هذه اللحظة. ما زالت لم تبشر عن الأنياب، ما زالت الكرة لم تبح بكل أسرارها، ولم تأتي بمتطلباتها، ولم تسجل أهدافها، ولم يهدف جماهيرها بأي الأهداف. الكرة من جديد لمصلحة نادي هندرين عن طريق أحمد صلاح. الكرة عن طريق السوران باتجاه اللاعب هيدي مرة أخرى باتجاه اللاعب إسماعيل. عادت لمصلحة اللاعب فواز، خطأ لمصلحة فواز. ما يطمئن نادي الأمواج هو مستوى لاعبين في هذه المباراة كانوا قدموا مباراة كبيرة في هذه اللحظات. الحديث عن اللاعب أبو الشيبة على مستوى الرواق الأيمن واللاعب فواز غائب. إذا 3 تغييرات دفعة واحدة في هذه الأثناء لمصلحة نادي الأمواج في هذه اللحظات. خروج اللاعب أحمد رائد وخروج اللاعب أبو شيبة في هذه الأثناء، ومن سيخرج أيضا على ما يبدو أيضا خروج القائد عمر في هذه الأثناء. 3 تغييرات دفعة واحدة في هذه اللحظات لمصلحة نادي الأمواج. العودة إلى أجواء اللقاء في
شوطه الثاني. الكرة لمصلحة فواز غائب في هذه اللحظات. فواز باتجاه اللاعب زكريا، عادت خطأ في هذه اللحظات. الكرة خطيرة جدا، ذهبت خارج أرضية الميدان. الله على كرة، على كرة ضاعت لمصلحة نادي الأمواج بأولى لمسات من اللاعب البديل. كاد أن يأتي بأولى أهداف المباراة في هذه الأثناء وبأولى الرصاصات لمصلحة نادي الأمواج. من جديد الكرة في هذه الأثناء لمصلحة نادي الأمواج على مستوى رواق الأيمن. عمر يحاول من جديد. يا لعيب يا لعيب، الكرة إلى ماذا يشير حكم اللقاء؟ الكرة بأحضان الحارس عبد القادر، الكرة بأحضان عبد القادر قرمان. كرة لمصلحة نادي الأمواج. ثورة في الدقائق الماضية، ثورة في اللحظة الماضية لمصلحة نادي الأمواج. الكرة من جديد عن طريق أحمد صلاح لمصلحة نادي هندري. إذن أخطر الكرات في هذه اللحظات كانت لمصلحة نادي الأمواج، ولكن لم تعانق الشباك كرة اللاعب البديل الذي دخل إلى أجواء شوط المباراة الثاني. إذا سقوط في هذه اللحظات لمصلحة لاعب نادي الأمواج. البدلاء البدلاء يدخل. إذا ما زالت متوقف أجواء المباراة لحد هذه اللحظة. البدلاء إذا متوقف أجواء المباراة ما زالت بعد سقوط مهاجم نادي الأمواج على أرضية الميدان بالسلامة إن شاء الله. دخل وكان أخطر فرص المباراة عن طريق هذا اللاعب الذي دخل في هذه اللحظات. كانت المطالبة بوجود ضربة جزاء، ولكن الحكم أشار إلى استمرارية اللعب وإلى تكملة أحداث هذه المباراة، أحداث هذا اللقاء الكبير في شوطه الثاني هنا على أرضية ملعب نادي هندرين. كما ذكرنا المباريات الأخرى التي تقام في نفس التوقيت لا نعلم نتيجتها، وخاصة لقاءات أندية محافظتين. متوقفة ما زالت أجواء المباراة. إذن في هذه اللحظات اللاعب مهاجم سالم الذي دخل بديلا الآن على ما يبدو يترك أجواء شوط المباراة الأول، وهو بإصابة على ما يبدو غير قادر على تكملة أجواء هذه المباراة، على تكملة أجواء هذا اللقاء. إذن بالسلامة إن شاء الله، نتمنى أن يعود مشافى معافى. خروج اللاعب سالم مصابا من أرضية الميدان، ولا مس يكون البديل لنادي الأمواج. الكرة في هذه اللحظات في مصلحة نادي هندرين. الكرة لمصلحة نادي هندرين في هذه اللحظات، محاولة اختراق دفاعات نادي الأمواج. أحمد في هذه الأثناء الكرة ممررة باتجاه
إذن الكرة لمصلحة اللاعب عبد الله في هذه الأثناء. عبد الله يحاول المرور لمصلحة نادي الأمواج، ولا أروع تمريرة باتجاه صباح، يحاول المرور ولكن مبعدة لمصلحة نادي هندرين الرياضي. الكرة باتجاه لاعب أحمد صلاح، ومرة ولا أروع باتجاه أحمد في هذه الأثناء. الكرة مبعدة ولا أروع من دفاعات نادي الأمواج. المدافع إبراهيم عفوا من الرمية الجانبية أخرى لمصلحة نادي هندرين. الكرة عادت ضربة مرمى لمصلحة نادي هندرين الرياضي، تعود بأحضان الحارس ديرشاد عامي عريض فريق نادي الأمواج الرياضي. لم يتبقى ذهب الكثير ولن يتبقى إلا القليل على أجواء هذه المباراة. ربع ساعة أخيرة تفصلنا وإياكم عن نهاية الشوط المباراة الثاني، وما زال التعادل السلبي حاضر في هذه الأثناء. الكرة في منتصف أرضية الميدان. عن طريق اللاعب حسين يمر الكرة باتجاه أحمد صلاح، يقف على الكرة اللاعب أحمد. الكرة ممررة مرة أخرى لمصلحة نادي هندرين عن طريق اللاعب عماد قادر. عماد مرة أخرى عادت لمصلحة أحمد إلى لاعب صباح ولمصلحة كتيبة نادي الأمواج في هذه المباراة. مرة أخرى عن طريق المدافع رزقار، الكرة من رزقار مرة أخرى باتجاه زكريا يحاول تغيير اتجاه اللعب ولكن عادت لمصلحة نادي هندرين. على ما يبدو بأننا سنترك هذه المباراة بالتعادل السلبي إلا إذا كان رأي لأحد الفريقين على أرضية. الفرص كانت متواجدة ولكن خجولة بعض الشيء. الهدف إن ولد في هذه المباراة سيولد ولادة عسيرة في هذه القمة. الهدف إن أتى فسيكون عسيرا على أحد الفريقين، وهدف أن أتى في هذه اللحظات فسيكون قاتل في أجواء الشوط المباراة الثانية. خطيرة في هذه اللحظات لمصلحة هندرين. العارضة يا سادة، العارضة تقف حليفا مع نادي الأمواج. العارضة تصد، العارضة ترد لتصويبة اللاعب سوران بتصويبة ولا أروع. كادت أن تعانق الشباك، كادت أن تأتي بالبشائر لمصلحة نادي هندرين، ولكن من الطرف الله الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان وتعود ضربة مرمى لمصلحة نادي الأمواج. تهديد آخر في هذه اللحظات لمصلحة نادي الأمواج. الكرة عن طريق رزقار، العرضية حاضرة على مستوى الرواق الأيمن ولكن الكرة عادت من جديد لمصلحة إسماعيل. الكرة لمصلحة إسماعيل ومرر مرة أخرى من جديد لمصلحة نادي هندرين في منتصف أرضية الميدان. عودة من جديد، الكرة باتجاه لاعبي عثمان قادر، ممرر الكرة لمصلحة البديل بعد أن خرج اللاعب زياد وترك أرضية الميدان. دخول آخر في هذه اللحظات لمصلحة نادي هندرين. الكرة للاعب رزقار باتجاه اللاعب كما ذكرت وحيدا اللاعب زكريا وحيدا. يد واحدة لا تصفق زكريا وحيدا في الأمام يفتقد إلى الزيادة العددية ويفتقد إلى المساندة. لا أعلم لماذا التراجع المبالغ. الحارسي دلشاد في هذه الأثناء. الكرة عادت من جديد لمصلحة نادي الأمواج، ممررة باتجاه اللاعب عبد الله، عادت من جديد لمصلحة نادي هندرين من اللاعب إسماعيل على مستوى الرواق الأيمن في هذه الأثناء. إسماعيل يحاول المرور، تلاعب يحاول مرة أخرى الحياة الفردي في هذه الأثناء إلى اللاعب أحمد يوقف على الكرة، يعود من جديد. الكرة عادت لمصلحة الكابتن والقائد
حسين مرة أخرى عن طريق أحمد خدر في هذه الأثناء باتجاه إسماعيل تمريرات ولا أروع متبادلة، دروس يقدمها نادي هندرين في هذه الأثناء. من جديد تصويبة حاطة يا لعيب، الله على تصويبة أحمد، والله على تألق دلشاد، الله على تصويبة أحمد، والله على تصدي الحارس دلشاد، تألق في صدها وتعمق في ردها في هذه اللحظات. الكرة عادت، ضربة ركنية أخرى لمصلحة إسماعيل في هذه الأثناء. إسماعيل الكرة من إسماعيل في هذه الأثناء، ضربة ركنية، البحث عن رؤوس من أجل الفتك بشباك الحارس دلشاد. عادت من جديد الكرة في منتصف أرضية الميدان، محاولة المرور قطعت، عادت لمصلحة الأمواج عن طريق عمر اتجاه المدافع. الكرة خطأ من اللاعبين اعتراض على قرار حكم المباراة في هذه اللحظات على اللاعب نزار سعيد في هذه اللحظات. الكرة عادت من جديد لمصلحة عمر يحاول المرور، عمر من جديد الكرة عادت رمية جانبية أخرى لمصلحة نادي الأمواج الرياضي في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات التي ما زالت تشير إلى تعادلها السلبي، ما إلى هذا ولا إلى ذاك. الشباك ما زالت نظيفة، إذا دخول اللاعب أحمد إلى أرضية الميدان. الكرة لمصلحة زكريا، عادت لمصلحة نادي الكرة عن طريق عبد المنعم اتجاه إسماعيل، المزعج على دفاعات نادي الأمواج. إسماعيل يحاول المرور، مرة إسماعيل، عادت الكرة في منتصف أرضية الميدان عن طريق اللاعب صباح. ومتى سيأتي الصباح لهذه المباراة؟ إلى أحمد يا لعيب، الكرة باتجاه فواز البحث، الكرة عادت عن طريق عبد الله على الرواق الأيسر، مرة عبد الله يحاول المرور، عبد الله يا لعيب يا معلم، الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان. ضربة ركنية لمصلحة نادي الأمواج ولمصلحة اللاعب عبد الله، راوغ وكان بالإمكان أفضل مما كان في هذه اللحظات. ضربة ركنية أخرى لمصلحة نادي الأمواج. انغلقت المباراة وإن توترت المباراة وإن ضاقت على نادي الأمواج، فالكرات الثابتة هي السلاح، الكرات الثابتة هي السلاح إذا ما أراد التقدم في هذه المباراة. ماذا عن عبد الله؟ ماذا عن الأمواج؟ ماذا عن الأزرق؟ ماذا عن البحراوي؟ العرضية يا لعيب باتجاه عمر، مبعدة لمصلحة نادي هندرين. المباراة جميلة في خواتيمها، المباراة رائعة في دقائقها الأخيرة. عادت من جديد الكرة في هذه اللحظات في منتصف أرضية الميدان، فواز يحاول المرور، عادت لمصلحة اللاعب نزار سعيد، يعود بالكرة لمصلحة دلشاد. الكرة عادت لمصلحة نادي هندرين الرياضي في هذه الأثناء عن طريق راسكار يحاول المرور، عادت من جديد في منتصف أرضية الميدان عن طريق أحمد يا لعيب، أحمد يا ولد، إلى اللاعب البديل باتجاه عبد المنعم، يوقف على الكرة، يحافظ على الكرة اللاعب عبد المنعم في هذه اللحظات. محاولة التصويب، الكرة رمية جانبية على ما يبدو لمصلحة نادي الأمواج. دقائق أخيرة لاستعادة إحصار ما يكون في هذه المباراة. أنا تحدثت منذ بداية شوط المباراة الأول على أن نادي الأمواج ونادي هندرين المباراة غير قادر على تسجيل أحد الطرفين بالحل الفردي أو العمل الجماعي. الضربات الحرة والكرات الثابتة هي من ستشير إلى أولى أهداف هذه المباراة. المباراة ما زالت تشير إلى التعادل السلبي من جديد. الكرة عن طريق أحمد، مبعدة من أحمد، عادت لمصلحة عمر يحاول، عمر يمرر باتجاه أحمد من جديد. الثمانية أحمد، الارتكاز أحمد،
منتصف في ارضيه الميدان الى اللاعب عمر، الى صباح. صباح يحاول، صباح اين الليالي الملاح لمصلحه نادي الامواج. الكره عادت من جديد لمصلحه الرزقان الى عمر. عمر يحاول، عمر من جديد. التركيز غائب عن كلا الجانبين. عبد المنعم يحاول واحد ضد واحد مع اللاعبي يسار مرة أخرى ولعيب. الكرة لمصلحة نادي هندرين. سوران الكرة بأحضان دلشاد، الكرة بأحضان دلشاد بقبضة دلشاد من جديد. الكرة لمصلحة أحمد. أحمد في هذه اللحظات مرر الكرة على مستوى الرواق الأيسر. في هذه الأثناء عبد الله يعود بالكرة إلى فواز. فواز في هذه الأثناء الذي يحمل إشارة القيادة بعد خروج اللاعب عمر. التصويبة حاضرة، برافو على التصويبة في هذه الأثناء. الكرة بأحضان الحارسي عبد القادر قرمان. الكرة لمصلحة إسماعيل. إسماعيل في منتصف في أرضية الميدان. الكرة ما زالت لمصلحة نادي هندرين. هل من رصاصة رحمة في هذه المباراة؟ هل من هدف قاتل في هذه المباراة؟ هل من هدف يقهر في هذه المباراة؟ عبد المنعم الكرة لمصلحة هندرين. الكرة بأحضان دلشاد، بأحضان دلشاد وبكل روح رياضية. الاعتذار حاضر اللاعب السران عزيز في أجواء هذه المباراة وفي أجواء هذه القمة، وإن لم تكن قمة فيما قدمته في هذه المباراة. إذا على ما يبدو بأن المباراة متجهة نحو التعادل السلبي ما بين الفريقين. المباراة ما زالت متجهة نحو التعادل السلبي كما ذكرت. نتيجة لصالح نادي الأمواج، نتيجة لصالح نادي الأمواج أكثر مما هي لمصلحة نادي هندرين. على قرار بأن المباراة تقام هنا على أرضية ملعب نادي هندرين. الأمواج باستطاعته أن يعود في المباراة الثانية أمام نادي بابان هناك على أرضية ملعب نادي الأمواج الرياضي في مدينة الموصل. عذاري من الخواتيم، عذاري من خواتيم المباراة. الكرة باتجاه اللاعب إسماعيل ممررة عن طريق عبد المنعم. خطأ لمصلحة نادي الأمواج ولمصلحة كتيبة القائد محمد يوسف في هذه الأثناء. على ما يبدو دقائق ولحظات ومضات أخيرة من أحداث ومن عمر هذه المباراة التي لم تفي بوعودها، المباراة التي لم تفي بوعودها في أجواء هذه القمة. شكرا لكل من حضر وشكرا لكل من ساهم بتغطية أجواء هذه المباراة، إلى من الطاقم التحكيمية إلى الكوادر الإعلامية إلى الجماهير التي زينت ملعب هندرين الرياضي الصغير والكبير. الجميع يحضر من أجل المساندة والدعم لنادي هندرين الرياضي، إلى اللاعبين، إلى الفريقان وما قدموه في هذه المباراة. الكرة في خواتيم الشوط المباراة عدالة الكرة لمصلحة نادي هندرين، خطيرة باتجاه سوران إلى عبد المنعم، مبعدة عادت لمصلحة عبد الله. عبد الله باتجاه زكريا، أين زكريا؟ أين عبد الله؟ من جديد الكرة من جديد، عبد الله يحاول، الكرة عادت لمصلحة نادي هندرين. إذن على ما يبدو نعيش وإياكم خواتيم هذه المباراة. ساعة التوديع حلت واقتربت في هذه الأثناء لمصلحة كلا الجانبين. الكرة لمصلحة بهجة عامر، بهجة باتجاه زكريا يحاول المرور إلى أحمد مرة أخرى. الكرة لمصلحة عبد الله، عودة إلى اللاعب بهجة عامر. بهجة يحاول المرور، يحاول العرضية في هذه الأثناء، ولكن انظر إلى منطقة جزاء، لاعبين فقط من نادي الأمواج على منطقة جزاء نادي هندرين. المعضلة التي لم تعاد طيلة فترة العرضية تحضر والمحاولات تحضر، ولكن الكرة ما زالت لم تشير إلى تقدم أحد الطرفين.
الأخيرة على ما يبدو. الكرة عن طريق عبد الله، عرضية حاضرة، الكرة بالراس، الكرة ذهبت خارج أرضية الميدان، وعادت ضربة مرمى لمصلحة نادي هندرين الرياضي. مرة أخرى عادت لمصلحة فواز. خواتيم أجواء المباراة، هدف إن أتى فسيكون بمثابة نتيجة مباراة، هدف ب3 نقاط، هدف بالنقاط ال3 في هذه اللحظات. من سيأتي بالهدف ومن سيتوج هذا المجهود وهذه المباراة. إذن الكرة في هذه الأثناء رزقار باتجاه أحمد يحاول مرة زكريا، الأخيرة يا زكريا، لعب زكريا، موه عاد الكرة، ضاعت الكرة في هذه اللحظات. هذه قد لا تعود، الكرة لمصلحة هندرين. جن جنون اللقاء، جن جنون المباراة في هذه اللحظات، وعادت المباراة إلى نتيجتها. أي كرة أضيعت، أي كرة أهدرت، أي كرة لم تعانق شباك الحارسي عبد القادر قرمان. كرة عبد الله كانت ولا بالأحلام، كرة ولا بالأحلام. الفواز المساحة وعادت ضربة مرمى لمصلحة نادي هندرين. الشكر موصول لطاقم التحكيم القادم من محافظة السليمانية لهذه المباراة، طاقم تحكيم رائع قاد هذه المباراة وخرج بها إلى بر الأمان. نتيجة التعادل السلبي بخواتيم الشوط المباراة الثانية. الكرة بأحضان دلشاد، برافو دلشاد في نهاية الشوط المباراة الثانية، ينقذ الكرة باتجاه اللاعب زكريا. لو سجلت كرة عبد الله، لو دخلت كرة عبد الله، لو عانقت الشباك، لأي أفراح أتت الكرة من جديد لمصلحة نادي هندرين الرياضي. التمريرة حاضرة من جديد، الكرة لمصلحة رزقار، عادت رزقار يحاول الكرة باتجاه عمر يا مر، يا لعيب الله على المرور. عمر مر، تلاعب خطأ، بطاقة صفراء على اللاعب أحمد في هذه اللحظات. برافو عمر، الحل الفردي لمصلحة عمر في هذه الأثناء. إذن هذه اللحظات خروج اللاعب زكريا ودخول أحد اللاعبين إلى أرضية الميدان لمصلحة نادي الأمواج الرياضي في أجواء هذه المباراة. خطأ في منتصف أرضية الميدان على تنفيذها اللاعب نزار سعيد. وأين ستكون السعادة في هذه المباراة؟ إذا خروج اللاعب زكريا في هذه المباراة. على تنفيذها رزقار، البياخ دائما رزقار، سيأتي الانتصار. الكرة باتجاه، الكرة وقعت على اللاعب أحمد في هذه اللحظات. عادت من جديد رمية جانبية على تنفيذها اللاعب أحمد في خواتيم المباراة، خواتيم هذا اللقاء. شكرا لمن قام بالتغطية وتكبد معنا هذا العناء في طيلة فترة شوط المباراة الثانية. الكرة عن طريق رزقار يحاول الرن، العرضية حاضرة داخل منطقة الجزاء، ذهبت الكرة. الحكم ينظر إلى الساعة كم تبقى من عمر هذه المباراة. إذن أصدقاء المشاهدين، هذه اللحظات تشير إلى نهاية أجواء هذه المباراة بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. إذن